We are Lebanese people. We are Lebanese people. We are Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. We are Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. كل المرات جربت سافر فيهم برات هالبلد فشلوا. مرة ما عطوني فيزا، مرة رفضوا طلب الهجرة، بس ولا مرة يأست. كل مرة بقول بركي بتزبط معي المرة التانية، بس دايما بفكر انه ليه هالقد في لبنانيين مهاجرين بيشتغلوا برا. اكيد اسهل جواب هو انه العالم عم تفتش عن حياة افضل او شغل اهم. انا بعرف هالشي، بس بعتقد انه في شي اقوى من هيك بخلي اللبناني مستعجل على السفر. بعتقد هيدي صارت عادة عنده. يعني كيف اللبناني ما بوقف على الإشارة الحمراء، وكيف انه اللبناني يابا شو عنيد، او كيف انه اللبناني بحب التبولة والكب النقي كمان. هيك صارت، يعني السفر عند اللبناني صار خصلة. يا حبيبي الروس ما بقى فيهم يخسروا مواقع أكتر من هيك. أكيد الدرع الصاروخي بأوروبا أولوية بالنسبة لهم، بس مش مستعدين يخسروا آخر موقع لهم بالشرق الأوسط. إيه طبعاً كل ورقة بيتنازلوا عنها بدهم مقابلها، ما في شي ببلاش يا خيي. ما معروف من الزمان والجاي الروس طموحون يحطوا إجرايهم بالمي السخنة. إيه البحر المتوسط عنا حدا بيقول لك مياه دافية؟ على كل حال الوقت كفيل يبين لوين رايحة الأمور. امبارح شو بدي اتعشى؟ بيض مقلي ونوش وفشار، شو بدنا قريبه؟ ايه طبعا اوكي. ايه ليك وتبقى ميل نأرجل شوي سوا. اوكي الله معك، مع السلامة. مرحبا كولونيل. اهلا وسهلا كولونيل، خير في شيء؟ اكيد خير، ليش في غير الخير بيجي من وراكم؟ شو في؟ مدام حبيب اكلت بهدله من جوزها. الصراحة هيدي المرة بتستاهل، ما معقول شو بتنق. هلا بتنق تصطفل منها لجوزها، بس البهدله اللي اكلتها من وراكم. ليش شو خصنا؟ المرأة قايلة لجوزها انه رايحة عند صديقتها على كليمانسو، وواحد من اصحاب جوزها شاف سيارتها وين؟ عالجيتاوي. ما معقول العالم شو بنقوا عن جد، وعينهم ضيقة كمان. أنا صراحة أخذت السيارة وقلت أنا بصفها دغري على السريع، ما لقيت مطرح، فأنا بطلع على الشارع الثاني بلكي بنلاقي صفي. ما لحقت قلطت يعني 3 4 5 6 7 8 9 إشارات، ودق لي جهاد. مين جهاد؟ لك جهاد ابن عمتي دق لي قال لي أنا جاي صوبك، قلت أنا ما زال قلعت وهيك، قلت له أنا بروح بجيبك. وصلت لعنده يعني، رحت أخذته للزلمة ورجعت مشوار الطريق يعني، وصار لي سنة. ماشي كولونيل، ضله رايح وجاي ما طول. هلا ما تدوروا لي راسي انت وياه. سيارة زبوني بتستلموهم على الصفي دغري، ما بدي شي ساعة زبوني يقول لي والله شفت سيارتي بموكب عروس على الوزاعي. معظوم هيدي. أنا بس بدي أفهم هول اللي بيقطعوا برامج غنائية إنه بيقطعوا بالبرنامج بعدين ما بنرجع نسمع عن حدا منهم. لا انت غلطانه، ما هيدا البرنامج بيكونوا فتح لهم الباب ليبلشوا رحلتهم الفنيه. بس شكله هيدا الباب كارلوس بودي لغير محل.
هي من 3 سنين لهلا كم واحد ووحده ربحوا، ما شفنا حدا منهم. بلا في هيدا من سنتين الاسمراني اللي ربح كل يوم عم بشوفه على التلفزيون شي 20 مره. مش اكسبوجر هيدا؟ قصدك سامر؟ هيدا اللي عامل دعايه العلكه. طيب ما بكره بيتطور. كيف يتطور يعني؟ انه بعد دعايه العلكه بيعمل دعايه شوكولا مثلا؟ بتتذكروا اصلا جويس هيدا اللي صوتت لها انا ربحت اعلى نسبه تصويت؟ شفتها مش من زمان بدعايه معجون حلاقه. ما تنسوا كمان انه بهالمجال في منافسه كتير قويه، يعني صعب الواحد يوصل. الو؟ ايه طاط؟ ليه في شي؟ لا مش الحال. لا بس انه هي القصة قديمة شوي صارت. طيب برجع بحكيك يا طاط ومنشوف؟ ايه اكيد. اوكي باي. شو صار لك ميان قلبتي فوقنا تحتين؟ شو القصه؟ شو في؟ هيدا كانت حماتي. حماتك؟ ليه انت كنت مجوزه؟ ها امه اللي كان خطيبي. اف خطيبك؟ من امتى هالقصه؟ من سنتين تعرفنا على بعض، هو بجنن اخذ لي عقلي. كتير اتفقنا، صرنا كل الوقت سوا ولا اهضم من هيك، وقررنا نتجوز. خطبنا وبذات الوقت اجى اوفر على افريقيا، قال بيحمل حاله بيسافر بيظبط حاله وبيرجع بيجي منتجوز. وشو صار بعدين؟ ما مشى الحال، رجع شخص تاني، صار يتطلع فيي بطريقة غريبة، يسهى كتير. في مرة رحنا على مطعم حتى نتغدى، وصل هيك شال من جيبته ليفة حطها على الطاولة وولعها. هلا بلكي بعتقد هو مش عارف انه رح تولع هالقد، بس طلعت الدخنة بالمحل بلشوا العالم يسعلوا، شحطونا من المحل يعني جرسنا. طيب وليه عمل هيك؟ لكن حاسس في باد فايبس. على هالحالة بدك ضلك حاملة طفاية بجزدانك. هاي غير الطفايه اللي معك. طيب شو بدها هلا؟ ما بعرف، قال بدها تحكيني بشي كتير ضروري. من شيء مثل شو؟ هلا صراحة أنا خايفة ترجع تفتح لي الموضوع. لا لازم تروحي، بركي في شيء تغير. إنه شو بده يتغير يعني كارلوس؟ بدل ما يحرق ليفة صار يبلع صابون؟ We are Lebanese people. We are Lebanese people. بتعرف مين اجى من السفر؟ مين؟ فراس. اجا من دبي؟ ايوه بس شكله جاي هيك ناوي يفتح باب. هالسرعة؟ شو اخبار وشو اوضاع؟ اخباره منيحه، ما قلت لك جاي يفتح باب بالبلد. بس انت لو اقتنعت مني بايامها كان عندنا احلى باب بالمنطقه. بس كل مره بتعمل لي شغله من مشي انت. لا وي شو بنعمل؟ بدنا نفتح هيك كذا. خيش طالبين شيف مطبخ وبارتندر. انت بدك تروح شيف مطبخ ما بتعرف تقلي بيضة، وانا بدي اروح بارتندر ما بعرف التونيك من المزهر. ليك حبيبي مع الوقت كل شيء بتتعلم، مره على مره بتتعلم. حبيبي شو تتعلم؟ بدك تتعلم بالعالم؟ لو طالبين فلات كنا رحنا. لك عن جد شو انك زلمه مش طموح، انت رح تضلك مفيمه كل حياتك، ولا شغله ولا عمله. التكرار بيعلم مين؟ بعلمك. طب يا طموح انت، طالبين مهندس زراعي بالسعودية، عبالك تروح؟ ايه بروح، اكيد بروح. انت تخيل حالك ليك بلشت لي غطها بالميات وسقيها منيح بتصير احلى شجره. ليش عم تمسخر علي؟ طب خد شو؟ وصل وصل؟ وصل شو؟ سيارة. شو؟ روح جيب السيارة. شو هي؟ روح جيب السيارة. يلا صحت يلا. ايه اوكي ما في مشكلة. 6 أشخاص. تكرم عينك أهلا وسهلا. ايه بردو ما في غيره. من بعد الإشارة أول مفرق على اليمين. أكيد عنا فاليه، ما تعتلي هم. باي. هذا بيتعرف على جوز الفاليه اللي عنا وما بيعتل هم. سليم.
عقولة فاروق لو بترخيه شوي فريم هالايد ارتاح. ماشي. بعتقد انه فولنا الليله، الا اللي بيجي بلاقي له محل على البار. هلا هيدي طاولة دكتور نجيب وعلى الخمسة طاولة مدام كوسا. عمهلك خلينا نقول طاولة نجيب من هون، نحطه على طاولة رقم 7. ليه بقى؟ لأنه مدام كوسا بتضل تنزعج منه، بينطفي آخر السهرة وببلش زناخة. طيب بس إذا نقلناها هي على الطاولة رقم 4 بتنزعج مدام منى، لأن بتضلها حاسة إنه رح تاكلها جوزها. دخيلك تاكلوا وتريحنا. العم ما قتلوا هالزلمة. آخر مرة جمع الفاتورة 5 مرات، وكل مرة يطلع معه نفس الجواب. واللي معه صار نصهم برا ونصهم ناموا على الطاولة. طيب خلص، هو حطه على الزاوية هونيك وهي خليها محلها. أحسن. Ouais, ha, tu le sais. C'est ça, ouais, ah ouais. قولك شو معقول يكون بدها منها؟ ما بعرف بس شكله إنه جد شي بالموضوع ولا ليه بتشوفها؟ أنا رأيي إذا في مشروع رجع لخطيبة لازم مية تكون إيجابية. أنا بصراحة طنط نسيته وبطلت عم فكر بالموضوع. أنا لهلأ ما فهمت شو صار بينك وبين منير. على شو اختلفتوا؟ هلا إنه ما صار شي معين يعني، بس إنه لما رجع من أفريقيا حسيته تغير شوي، تصرفاته تغيرت. ما حسيتيه مغير شوي؟ مثل شو يعني؟ مثل إنه صار يسهر شوي هو عم يحكيني ويطلع فيها بطريقة شوي غريبة. مش حاسة حالك عم تكبر الموضوع شوي زيادة عن اللزوم؟ مش يمكن كان عم بيفكر بشي أو مشغول باله بموضوع؟ أنا مشغول بالي كتير، لازم نعرف شو عم يصير. أنا أكيد إنه عم تقنعها ترجع له، بين من عيونها. سليم روح عمول حالك بدك تشوف إذا بدهم شي وبطريقك تسمع هيك على الحديث. إيه بس عمالك هيك تسمع أكتر. أنا بعرف إنه هو حابب يرجع يشوفك ويضل بسيرتك. صورتك بعدها معلقة عنده بأوضته. أنا برأيي لازم تعطوا حالكم فرصة جديدة. ميا بعدك معي؟ ايه طنط، فكر بالموضوع. بتريدوا شي؟ ناقصكم شي؟いささか骨があると思えばどう赤園への武勇などと称しながら竹とは違って天下太平なればそんなものは所詮遠い昔の夢物語。このような面白おかしい評判が江戸中に立ってもそんなものは所詮物語。天下太平の世ともなればいささか骨があると思えばかしの夢物語。لا شكرا. We are Lebanese people. We are Lebanese people. لك يا حبيبي أعظم الفنانين بيستعملوا سموك ماشين. ما هيدا اللي بيعمل جو أكتر شي بيعيش الجمهور. كيف؟ لا ما هيدا بلا ريحة. طيب في منه عفراز، بتحبي ريحة الفراز؟ لا ما هيدا كمان للإضاءة، ما بس تضربي عليه الضوء بيعمل إفيه كتير مميز. كيف؟ لا ايه خلص اوكي طيب يلا باي. ايه اوكي
مش معقول. شو في كارلوس؟ شو القصة؟ هاي المطربة قال بس فتت على السهرة اختنقت، فكرت حالها بسهرة شوي لحمة ودجاج. قال عيونها لهلا بعدهم عم يحرقوها. أنا مقويه قصدا هيدا السموك ماشين تغطي على رأسها البهدلة وحركاتها اللي بلا تعمل. يا كارلوس بركي عن جد عم تتضايق المرأة. خليها تتضايق هي، مش أحسن ما يتضايقوا 500 شخص كان في بالسهرة. لك يا عمي إذا المرة هالقد عاطلة لشو بتعملوا لحفلات؟ هي وراها في دفيعة، بعدين جسمها حلو وأنجق تلبس، يعني هيدا اللي بيضرب. مش هي مطربة ولازم تغني؟ هلا إذا اضطرت تغني. بعدك عم تعمل مديتاسيون؟ ايه بعد كم شهر طالعين على الهند جروب، الساعة 10 أيام. تجي معنا؟ لا أنا بهالفترة ما فيها. كيفك؟ كيف حياتك؟ كل الوقت عم فكر فيكي، وبصراحة ما لقيت ولا بنت تفهم علي مثلك. بس خلينا نرجع ونجرب. شو رأيك ميا؟ لك أنا حابة كتير كون صريحة معك، بس بالنسبة لإلي هيدا شي قطع وما فيي أرجع لورا. أنت حياة بنت بتتمنى تكون معك، بس مش أنا. بس عن جد ميا، أنت عم تضيعي فرصة مهمة إلنا نحن الاثنين. فكري منيح قد ايه حياتنا ممكن تكون سعيدة. نحن شخصين واعيين ومنقدر نفهم متطلبات بعضنا ومنقدر نخطط لحياتنا مثل ما بدنا. فكري بولادنا، صبي وبنت، عم نلعب كلنا سوا بالجنينة. أنا عم بركض وراكن وانتو عم تهربوا مني. فكري بظهراتنا سوا على البحر وعم نلعب بالماي. أنا عم بعمل لك تمثال من الرمل وولادنا عم يتفرجوا علي. فكري بجلسات التأمل اللي بنقعدها سوا عشية على البلكون. سوري اليوم مية منا على بعضها شوي تعبانة، بدك ما توخزنا. خي هول بيرجعوا من السفر شو بصير معهم؟ كأنهم مش قاريينه، نحن شي فصيلة ثانية. ليش شو خص؟ بما أنا عليها إنه بيسافروا وبيرجعوا. هيدا ابن عمتي راح على كندا، عاش 2-3 طق جنسية ورجع، ما كأنه طالع بطيارة، لا كأنه لا راح ولا إجا. خي ابن عمتك حالة خاصة، كلكم بالعيلة هيك. يا حياتي أنت نايموني حامضة اسم الله هيك الزكا مطفطف منك أنت يعني. خي أنا عم بحكي عن العالم الطبيعية. خد صاحب الفولفو الكحلية مثلا، راح أنجق 2 على فرنسا، رجع لهون. بعدك بتعرفوا الإنسان نفسه؟ ليش أبوه؟ تغير. بعدين كان يجي لهون يعطينا 10 أو 20 ألف ويكون مبسوط. هلا بيجي بناولنا أنجق 2000 وطارقنا بوز كمان. ما لها علاقة حبيبي، هذا يمكن لأنه عاش بالمجتمع الفرنسي فصار بخيل مثلهم، هذا على أكيد واضح. هذا على الأكيد واضح. أنت عن جد مثل ابن عمتك. أنا مش عم بحكيك بالمصاري، أنا عم بحكيك كيف واحد فيه يكون بفرنسا ويرجع لهون تعيس. أنا رح لك ليش؟ لأنه أول شيء بس يرجع على هيدا البلد التعيس ويشوف واحد مثلك بخلقته حيكون تعيس أكثر. ما في شي حرزين ما تكون حزين. بيقولوا ما غريب إلا الشيطان. أو ولو شو غريب أنت؟ وهيدا واحد غريب ما تحكي معه. حتى بتراثنا طلع معهم إنه الغريب هو اللي كسر الجرأة. يا حرام شو بحسه مظلوم هالغريب. كل ما حدا بده يزبط من شي عملة سودا عملها بحطها بظهر هالغريب. شكله هالغريب كمان جسمه لبيس، مين ما كان بيتمرجل عليه. حتى إذا تخانات أنت وأقرب الناس لإلك بس يسألوك عن سبب المشكل بتقلن هيدا صاحبي صاير غريب.
أنا بصراحة حابب أتعرف على الغريب، بترجاكم ما حدا يقول لي إنه طلبي غريب. ما في شي حرزين ما تكون حزين لمين ماتوا ملايين بكرة بيخلق مليونين لوين ما في شي حرزين